السلام عليكم الدراري، معكم مازال الحمدوشي. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون هي اول فيديو في لا سيري ديال رمضان. تبعوني. الو الدراري، لا سيري ان شاء الله غادي يكون فيها جميع المواضيع، يكون فيها التدريب، يكون فيها التغذيه، ولكن اليوم غادي نبداو يعني بتعريف عام حول الموضوع، وفيه مواضيع اللي غتكون كتهمنا بزاف ان شاء الله. ثلاثه الاشياء الاساسيه اللي غادي نهضروا عليها هو شنو كيوقع للجسم يعني في رمضان، هذه اول حاجه. ثاني حاجه واش نقدر ندير بريز دو ماس ولا لاسيش في رمضان، وهذا سؤال اللي كيجيني بزاف. وثالث حاجه كيفاش يعني تستقبل رمضان من ناحيه ديال الانسان كيتريني باش ما يديرش واحد الهدم عضلي وما يفقدش العضلات ديالو في الايام الاولى بسرعه. اول حاجه هي شنو كيوقع للجسم عفوا في رمضان. شنو كيوقع للجسم في رمضان هو انه كاين واحد الحاجه الدراري سميتها لا غليسيمي هو المعدل ديال السكر في الدم. في الفتره ديال الصيام كيحاول الجسم يدير واحد التكافؤ ويحافظ على ديك لا ستابيليتي، على داك التوازن. هنايا كيكون واحد النقص طاقي، كيضطر انه ياخذ الجليكوجين كمصدر طاقه، الجليكوجين اللي كاين في الكبد والجليكوجين اللي كاين في العضلات، كذلك من الدهون، وهذا امر ايجابي واللي غادي نقدروا نهضروا عليه في التدريب بالضبط باش تعرفوا واش التمرين قبل ولا بعد الافطار في الفيديو الجاي. الا درتي واحد المجهود كبير وفرضتي على الجسم ديالك انه يجيب الطاقه ولكن ما كانش واحد المصدر كافي بالنسبه ليه، هنا غادي ياخذ من العضلات ديالك ويوقع لك هدم عضلي عن طريق تحويل الاحماض الامينيه اللي في البروتينات داخل العضلات الى سكريات عن طريق واحد السلسله ديال التفاعلات اللي ما كاينش باش نتعمقوا فيها. المهم خاصك تعرف وانه كتاخذ من الجليكوجين ديال الكبد، الجليكوجين ديال المسكل، وهذا امر جد عادي كنستعملوه في الحياه اليوميه بصفه عامه كيستعان به الجسم. من الدهون، وهذا امر ايجابي اللي غادي نتحدثوا كيفاش نستغلوه. واخر حاجه هو انك درتي واحد المجهود كبير حتى من العضلات ديالك، وهنا كيوقع لك هدم عضلي، وهذه الاشياء اللي خاصك تجنبها. ثاني حاجه واش نقدر ندير اون بريز دو ماس ولا لاسيش في رمضان. انت حتى في الايام العاديه كتكون منظم الاكل ديالك بواحد الصفه قانونيه ولا بواحد الصفه مزيانه، وكتلقى واحد البطء في الزياده ولا واحد الصعوبه في الزياده. الوغ في رمضان فاش غيكون عندك واحد العدد الساعات محصوره ديال الاكل ما بين المغرب وما بين السحور، يعني واحد كنظن واحد 8 ساعات ولا 7 ساعات، هنا يكون صعيب على انك توفر نفس الوجبات اللي كنتي في الايام العاديه باش تمشي في اون بريز دو ماس. يعني اللي خاص يكون الهدف الاسمى ديالك هو انك تحافظ على الربح العضلي. وكنوعدك وغادي غنقولها في كل فيديو اللي غيكون خاص برمضان انه من مور رمضان تقدر توصل لواحد الربح جيد اللي غيدير لك واحد الموتيفاسيون ان شاء الله كبيره. كنقولش غدير واحد التغيير سحري، ولكن غادي توصل لان غدير لو شوك للجسم، غادي ترد النيفو ديال الاكل ديالك، غترد عدد الوجبات، غادي تفرقهم على طول اليوم، غادي ترجع تقدر تغذي الجسم بواحد الصفه كبيره. هنا الجسم غادي ياخذها على كانها حاجه جديده وغتقدر تستغلها. ما عليك الا فقط تتبع ان شاء الله النصائح اللي غادي نعطيها في جميع الفيديوهات باش تحافظ على الربح العضلي ديالك. وكنوعدك انه بعد رمضان عندك تسترجع وتقدر تفوت يعني الربح العضلي اللي كنتي فيه الا درتي واحد الاستغلال يعني مميز رمضان، هو انك تحافظ على الربح العضلي ديالك. بالنسبه للاسيش نقدر نقول لك انك تقدر ديرها مع كاين واحد الامكانيه ديال انك تفقد شويه العضلات. كاين الناس اللي ما عندهمش مشكل، المهم عندهم هما يحيدوا الدهون، وهذا هو اللي غادي يدينا واش نترينو قبل ولا بعد الافطار. وانا عارف ان الاغلبيه ديالكم كيسولوا هذا السؤال، واش تريني قبل ولا مور الفطور. غادي يكون ان شاء الله في الفيديو الخاص بالتدريب شرح مدقق لهذه القضيه هذه، غير كونوا هاني. هذا فيما يخص واش نقدر ندير بريز دو ماس ولا ندير لاسيش في رمضان. احسن حاجه بالنسبه لي هو انك تحافظ على العضلات ديالك. الا استطعتي انك تحافظ على العضلات ديالك غتكون درتي رمضان مميز. كنهضر بعدا من الناحيه ديال التدريب انا حيت غير في الجانب الرياضي. اما كيفاش توجد رمضان، هذا واحد الشيء اساسي. انت ملي كتجي وتغير النمط ديال التغذيه ديالك فجاه، راه كنت هضرت عليها في الفيديو ديال لاسيش، هو انك كدير واحد تقدر يوقع واحد لو تروبل هرمونال، كيقدر يوقع واحد يعني واحد التلف هرموني في الجسم، كتقدر انك تفقد الربح العضلي ديالك واحد الجزء منه بواحد الصفه سريعه. هادشي علاش قبل رمضان غير بواحد 7 ايام ولا 5 ايام، هذه نصيحه كنت استعنت بها انا ايضا من واحد الشخص اللي هو عنده واحد التجربه كبيره، هو انك تاخذ واحد 5 ساعات ولا 7 ولا 6 ساعات كدير فيها صيام، ماشي ما تشربش الماء فقط، ما كتاكلش واحد المده ديال 5 ايام قبل او 7 ايام قبل الصيام، يعني قبل رمضان. هكا ملي كيدخل الشهر الفاضل كتكون انت ديجا الجسم ديالك مهبط تقريبا من الميتابوليزم، لان عمليه الايض او نسبه سرعه الحرق ديالك في الايام العاديه كتختلف ملي كتدخل واحد مرحله الصيام. ملي كتدخل واحد مرحله الصيام فالجسم كيهبط من الميتابوليزم باش كيحاول يتفاعل مع داك السيستم اللي عطيتيه، وانك عطيتيه واحد النقص في التغذيه. او انت لو وجدتيه يعني قبل رمضان بواحد 7 ايام ولا 5 ايام بقيتي كتشرب غير فوق واحد 5 ساعات في اليوم، هكا ملي كدوز لديك المرحله ديال الصيام في رمضان كيكون هو الجسم وكانه تولف عليها وكيبدا يهبط الميتابوليزم بواحد الصفه اللي انت على الاقل ما ديرش فيها واحد الخساره ديال الربح العضلي ديالك.
هذا كان بصفه عامه. ما يكونوا هانيين يعني قبل رمضان غادي يكون ساليت كاع لي فيديو على رمضان من ناحيه ديال التدريب من ناحيه ديال التغذيه. يعني غيوصل رمضان وانت عندك جميع المعلومات اللي كتاهلك انك من ناحيه التدريبيه في رمضان ومن ناحيه ديال التغذيه تحافظ على الربح العضلي ديالك وتستافد بواحد الشكل جد جد جيد من بعد رمضان. وهذا وعد مني الا تبعتي ان شاء الله نصائح راه مور رمضان غتقدر يعني تموتيفا بزاف عن طريق الربح اللي غادي توصل ليه. غير خاصك تحافظ على الربح العضلي ديالك ما يضيعش ان شاء الله في رمضان، لان كيكون المنسوب ديال الطاقه ناقص بزاف وهذا هو اكبر مشكل. وما غادي نهضروا ان شاء الله على جميع الاشياء اللي كتخص التدريب والتغذيه. كاين واحد الموضوع واحد اخر صراحه ما رجعت ليه لبالي حتى هو باغي نديرو على رمضان، ولكن نتوما الا عندكم شي اسئله ولا عندكم يعني شي اشياء اخرى اللي باغيين تعرفوها انا لحد ربما ما تكونش نطيح عليها بالي ما نقدرش نقترح عليكم، يعني ما تبخلوش عليا في لي كومونتير ديالكم سولوني هكا نقدر نوجد محدي الان في لا بريباراسيون كنحضر الفيديو ديال رمضان كاملين نقدر نزيدها اوطون كو فيديو، لان ما غاديش نوقف من اليوم غنحاول كل 4 ايام ولا كل 5 ايام يدار فيديو جديد رمضان هكا توصل عندك جميع المعلومات ان شاء الله. كنبغي نذكر بواحد الحاجه، بزاف الناس كيقول لي ما كيوصلونيش النوتيفيكاسيون، خاصك اون فوا ديجا تكون ابوني لاباج تابوني لاشين عفوا وتدير اكتيف لا نوتيفيكاسيون باش تبقى توصلك. كاين ناس اللي ما كيعرفونيش وبغيت غير نقول انه هذا الفيديو ديال رمضان جد مهم، لان كاين بزاف ديال الناس اللي باغا تحصل على معلومات. مهم ما عليكم الا تلايكو وتبارطاجيه. الا عجبتك المعلومه وشتي ان الفيديو مفيده لايكيها وبارطاجيها وسورتو بارطاجيها باش تخلي الناس يستافدوا، لان هذا موضوع جد مهم غتكون هذه السيري ان شاء الله جد مهمه. ما عجبكش يعني لو كونتوني ما كاين حتى اشكال، ما تبارطاجيش ما كاين حتى اشكال. حنا المهم عندنا هو تعمل الاستفاده قبل كل شيء. بالنسبه للدراري اللي كيسولوني عن لاينز اتليتيكس معلومه يدخلوا سيت www.linesathletics.com كود ريدكسيون راكم عارفين هو مازين MAZIN اللي فيه واحد ريدكسيون ديال 10%. ان شاء الله كنظن الفيديو الجاي ما غاديش تعطل غتكون من 4 ايام تشوفوا فيها ان شاء الله من هنا لهيه. السلام عليكم.